السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما تتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غندير لكم كونفيتير ديال الدلاع، ديال قشور الدلاع ماشي الدلاع. كما تتشوفوا على بركه الله. بعد ما كلينا الدلاع ديالنا حنا قطعناه، يعني كليناه. هادو القشور تيبقى فيهم داك الشويه هكاك احمر، تناخدو حتى من داك القشره البيضاء هكا تنقطعوه هكا طريفات صغار، يعني كله على هذا الشكل. يعني تنجمعوه ونصاوبوا به، يعني نستافدوا منه ونصاوبوا به واحد الكونفيتير ديالنا اللي تيبقى معنا على طول العام. يعني انا ديما تنصاوبوا وتيجي تبارك الله غزال. يعني حتى ملي تحطيه لشي حد يعني ما تعرفوش واش دلاع، واش يعني كونفيتير ديال الدلاع. كما تشوفوا هكا نقطعوا كله طريفات. انا بغيت ندير معكم الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا منه مزيان. من بعد ما قطعته حطيته في الطنجره ديالي تنعبرو، يعني وقيلا مشى ليا داك سميتو ديال القياس كيفاش ديت. تنعبر مثلا بزلافه، تندير مثلا عطاني 2 زلايف، تندير زلافه ديال السكر سنيده، تنحطو عليه تنبيتو بعدا في الثلاجه هكا يبات بالسكر. ومن بعد تنحطو في الطنجره اللي غنطيب فيه نطيبها، يعني نطيبو فيها تتكون ثقيله ولا كوكوط، يعني شي حاجه المهم ثقيله. تنزيد معاه واحد عصير ديال نص حامضه ولا حامضه على حسب الكميه، وعويه القرفه باش نسمو صافي. وتنحطو على البوط يطيب. ما حد هو تيطيب وانا تنحرك كما تتشوفوا. راه تيطلق الماء بزاف، يعني راه الدلاع راكم عارفينه كله ماء. كما تتشوفوا هو دابا خفيف، ملي تنشوفوا هكا تيولي ترونسبارون اللون ديالو، تيولي شفاف على هذا الشكل. تنحيد داك العويد ديال القرفه وتنطحنو هكايا، يعني طحنو باش ما اي حاجه يعني متوفره عندكم بهادي، ولا ديروه يعني الا كنتو غديروه في الاخرى ديال العصير، يعني من الاحسن تخليوه يبرد شويه باش ما يهلك لكمش الخلاط. صافي انا هكا من بعد ما طحنته ثاني تنخليه يعقد. راك عارفين الكونفيتير كيفاش القوام ديالو خصو يكون. هما تشوفوا كيفاش بدا يختار، يعني شو لوين غزال تبارك الله، ورغم ان التصوير ما عطيش حقه. من بعد هنا بعد ما طاب كيف تنحيدو على النار، تنعمر في القراعي ديالي. القراعي اللي ديجا تنكون انا معقماهم على حسب كل واحد كيفاش يعقم، يا في الماء غليان يا في الميكرووند. المهم تتعقموا القريعات ديالكم وتتصبوا فيها داك الكونفيتير يكون هكا سخون. نعمروا القرعه ديالنا. الكميه انا هذه اللي درت عطاتني 2 قريعات ديال نص كيلو، يعني هنا الكميه راني درت 2 زلايف عامرين، يعني بداك الطريفات ديال الدلاع 2 زلايف ونص عطاوني 2 قراعي، يعني بحال قلتي كيلو درت. تشوفوا كيفاش القوام ديالو كيفاش داك اللوين ديالو، يا سلام. يعني تاكلوه بالخبز مع الزبده، ديروا به يعني بغيتو ديروه في صابلي، يعني كيما بغيتو. دابا راه تشوفوا فيه خفيف، راه خدمت مازال سخون. من بعد كيبرد غنزيد يعقد اكثر. من بعد هنا ما تنعمروا القريعات مزيان، تنسدهم مزيان، تنحكمهم مزيان سميتو. يعني القراعي راكم عارفين يكونوا هادو ديال الكونفيتير، لا اللي غطاهم حديد هما اللي تصبر فيهم الحاجه. وعلاش حنا قلنا سخون؟ ملي تديروه كسخون تتسدوا عليه تيتبريصا، يعني صافي الهواء ما تيبقاش يدخل، يعني ما تيبقاش ما يخسر ما والو. راه انا تيقعد عندي هنايا اكثر من عامين، والله لا عندي دابا الكونفيتير ديال عامين. دابا ان شاء الله ندير معكم فيديو على الكونفيتير كاع اللي عندي دابا محطوط، يعني نوريه لكم. صافي هنا كما تتشوفوها من القريعات ديالي عامرين. هنا عاد عاونت بهاد السلوفان على الغطاء، يعني يصدي ولا شي حاجه. صافي تنزير هكا ونقلبها ونخليها حتى تبرد تماما. ملي تتبرد وتتقلبيها تتبريصه، يعني صافي ما تبقاش تبغي تشحل يعني بسهوله.
يعني الهواء بعدا ما تيبقاش يدوز منها. صافي هذه هي الطريقه. صافي هنا دابا الكونفيتير ديالنا حنا جاهز، غيبقى تيبرد. هنا من بعد ما برد كما تتشوفوا هاني قلبتها، تنقلبها معاكم. ملي تنقلبها تيدخل داك الغطاء، يعني داك الغطاء تتجبد لداخل، يعني عرفوها راه مسدوده مزيان، ما تخافوش عليها. هنا حطيت واحد شويه ديال الزبده، غادي نديرو معكم مع يعني ندير كونفيتير مع الزبده بداك طريفه ديال الخبز اللي ديجا قريتهم واحد شويه، ها باش نوريكم القوام كيفاش تيجي من بعد ما يبرد وصافي. يعني صدقوني يعني غادي يعني تاكلوا الدلع وتستافدوا من داك الباقي ديالو. شوفوا القوام كيفاش داير، وهنا راه مازال واخا هكاك مازال شويه سخون ماشي براد تماما. شوفوا اللوين ديالو كي داير، يعني انا ما دايره لا فلتر لا والو، يعني عادي مصوره عادي. بغيت ناكلو هكايا مع زبيده تيجي يا سلام. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروه حتى نتوما لاول مره يعني تيشوف الكونفيتير ديال الدلاح يصاوبوا يستافد منه. وشكرا لكم، شكرا على الناس اللي وصلوا معايا لهنا، شكرا على المشاهده. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع اهل الاصدقاء، ديروا لي ابوني وديروا لي لايك وديروا واحد تعليق زوين، وتشجعوني. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.